السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا في فيديو جديد. النهاردة بقى عاملة رحلة حلوة جدا، رحلة بورسعيد يا جماعة وجمال بورسعيد. انا كان بقالي فترة كبيرة قوي ما روحتش بورسعيد ولا زرتها، من زمان قوي واحنا بنروح بورسعيد وجمالها بقى والسمك والفسح هناك حلوة، وبنشتري حاجات، نعمل كل واحد عايز يشتري حاجة بيشتريها، هدوم بقى، اكلات، في حلويات، شوكولاتات، حاجات جميله بصراحه. بورسعيد دي كلها حاجات جميله. انا رجعت كده للذاكرات بتاعتي. بس انا رحت المره دي لقيتها اتغيرت تماما تماما، بيوسعوا فيها وعملوا السوق بتاع السمك حلو جدا، وسوق البالة حلو قوي. وبصوا الطواجن وجمالها بقى. الراجل ده انا اشتريت منه قبل كده، حاجاته جميله. وكنا بنشتري زينة رمضان برضو من الناحية دي كده. انا عجبني الفخار قوي. بصوا الزيرة ابو حنفية ده تحفة، حاجات جميلة بصراحة بصراحة، حاجات جميلة قوي، حاجات انتيكات كده وحاجات جميلة. الفخار وجماله، في حاجات بتدخل الفرن منه وفي حاجات لأ، بس بصراحة عجبتني قوي الحاجات الجميلة بتاعتهم دي. فانا قلت اوريكم كل حاجة انا شفتها، وفي حاجات تانية برضو صورتها كتير، وفي حاجات ما صورتهاش. لو رحت تاني اصور لكم احلى من التصوير ده. التصوير انا ده مش راضي عنه شوية، بس برضو وراكم حاجات حلوة كتير. بصوا الزير، والله العظيم احنا شربنا منه، المية ساقعة وجميلة، والراجل الله يكرمه حاطط مية ساقعة فيه. بس اتمشينا بقى. احنا دلوقتي رايحين نتمشى لسوق السمك. انا اتمشيت في الشارع التجاري بس انا ما صورتش. واشترينا شوية حاجات، بس احنا ما صورناش هناك. مرة تانية هصور لكم في كل حتة ان شاء الله. زمان كنا بنروح مع جوزي الله يرحمه، كان مستورد عربيات، بيجيب عربيات معوقين وكده، فكنا بنروح معاه. احنا بقى نقعد نتسوق نصرف الفلوس، وهو يا عيني يشتغل ويجيب فلوس عمال ما احنا نخلص الفلوس بيكون جاب لنا فلوس غيرها. فربنا يرحمه يا رب برحمته، ادعوا له. روحوا طلبة الرحمة، الله يرحمك يا جمال يا رب، ويرزقك الجنة يا رب، وزي ما أطعمتنا من الدنيا ربنا يطعمك في الجنة بإذن الله. بصراحة بصراحة كان بيوديني كل حتة وبيفسحنا، واللي احنا عايزينه ونشاور عليه لازم يجيبهولنا، ولو نفسنا في حاجة ما كانش بيتأخر بصراحة، الله يرحمه. بصوا بقى بورسعيد اتغيرت تماما. انا بحب اوريكم الشارع ده، اختلف كتير كتير. انا في حاجات ما كنتش متذكراها لما ولادي قالوا لي يا ماما كنا بنمشي كده وكنا بنمشي كده، فالذاكره رجعت لي تاني ده جراج اللي على الشمال ده، جراج عربيات حلو قوي، يعني اللي يجي يركن عربيته ويقعد يوم يومين، فجراج امان طبعا. والمواصلات هناك بتودي كل حته، والمواصلات هناك رخيصه، والله العظيم التاكس رخيص. كل حاجه في البورسعيد دي حلوه. والسمك هناك انا انبهرت بالاسعار، رخيصه جدا عن القاهره. وكل حاجه في بورسعيد جميله. انا بحب محافظه بورسعيد بصراحه. وبحب اسكندريه قوي قوي برضو، هبقى اصور لكم هناك. وانا صورت لكم حلقات في اسكندريه برضو، بس مش كل حاجه رحتها صورتها. فانا ان شاء الله ان شاء الله كل حته هروحها باذن الله هصور لكم فيها. انا حابه اوريكم بصوا بقى، دخلنا سوق السمك، عملوه حاجه تانية خالص، ما كانش كده خالص خالص. كان هرجله ومش نظام وكده، لا كده تحفه، عجبني قوي. ويا ريت كل المناطق تبقى كده. بصوا بقى، ابتدينا بقى السمك وجماله. البقلاويز ده صاحي والله، وبيبخ ميه كده، حتى لو شفتوا يا رب اللقطه تشوفوها. شايفين؟ استنى اهو، شايفين الميه اللي بخت دي مشينا بقى، وبقول لفاطمه صوري السمك. ما شاء الله اسماك هناك من جمالها تحبوا تاكلوها نيه، لسه طازه، لسه طالعه من البحر. احنا مره جبنا الجمبري من بورسعيد صاحي، كنت اول مره اشوف الجمبري صاحي في بورسعيد. والسبيت حتى كل حاجه، الكابوريا جميله مبطرخه كده. كل حاجه في بورسعيد جميله. احنا اليوم ده كان جبنا بوري، والبوري كان زي السكر. ده عنده بقى اسماك كتير. انا وقفت عند ده واشتريت منه. كنا بس بقى بنبص على السمك ده جمبري، وفي البوري بتاعه اغراني بصراحه، جميل وطازه،
حلو قوي واسعاره كانت حلوه. يعني انا جبت كيلو البوري ب110. استحاله في القاهره تجيب البوري ب110. اه بصراحه اسعاره جميله وحلوه. لا تقريبا انا ما اشتريتش من ده، لسه هقف عند حد تاني. بص البربونه الحمرا دي تحفه. وده البقلاويز والكابوريا والجمبري. الجمبري هناك اسعار والله خياليه. بصوا انا جبت من عند ده تقريبا ولا لسه مش فاكره. ايوه هو ده اللي انا جبت منه. البوري بتاعه جميل. وقفنا اشترينا. بصوا البولتي بيلمع. السمك هناك غير طبيعي يا جماعه، تحس ان هو لسه في الميه كده، هو ناقص يلعب ويبقى لسه بيلعب. حلو قوي واسعاره جميله. بس كان في موسيقى عاليه جدا. كنت عايزه اصور لكم مع الراجل اللي بيبيع، ما عرفتش طبعا من الاغاني والحاجات والدي جي اللي مشغلينه، فكنتوش هتسمعوني ولا هتسمعوه طبعا. فانا حبيت اوريكم حلقه جميله ويوم كان جميل جدا عجبني. وبصوا السمكه والله العظيم طازه بطريقه تاكلوا سمك كده مسكر. بصوا ده تعبان، كان راجل بيوريهولنا وعيالي بيقولوا لي تعبين، قلت لهم ايوه ده بيتسلخ بقى، بيتشال الجلد كده وبيتقطع جزل وبيتقلى برضو جميل حلو. انا اكلته قبل كده. بس كده السمك انا حبيت اوريكم اللي انا شفته. بصوا عنده انواع، انا مش قادره اقول لكم انواع كتير قوي. عنده حاجات ودنيس واسماء كتيره بصراحه، وموسى ومش فاكره اسماء السمك كتير. الراجل بصوا الراجل بيورينا ان البقلاويز بصوا بيلعب. ده اللي بقى عايز يعمل شوربه بياخد. بس انا عشان ما كنتش معايا ايس بوكس ولا حاجه فما رضيتش اجيب اي حاجه. انا جبت السمك وشويته وجبناه مشوي. انا ما رضيتش اكل هناك، قلت لعيالي لا انا هاكل في البيت والله. وجي لغايه مصر سخن، يعني احنا اشتريناه ورحنا ركبنا على طول. فطريقه يا دوبك المشوار. بس السبيت كنت نفسي اجيب سبيت يا جماعه، لا غالي، قال لي ب 400 جنيه. فانا قلت لا المره دي مش رايحين نجيب سمك اساسا. كنت رايحه مع اولادي في مشاوير كده بس. فحبيت اكل السمك كده سريعه واوريكم الحاجات اللي انا شفتها جميله. احنا اخدنا السمك ومشينا. بصوا اسماك تحفه، حاجات بصراحه جميله. بس الراجل اللي انا وقفت عنده ده عجبني سمكه قوي، عشان كده مش انا اللي قاعده دي يا جماعه. احنا بقى كده دخلنا السوق اللي هو السوق تاني هو بس بقى رايحين عند الناس اللي بتشوي. بصوا الفرن استحواح الفرن. كل واحد بني فرن وعامل لها مدخنه فوق كده شكله جميل، وعامل استراحه جنبه اللي عايز ياكل يشوي وياكل. دي برجونه انا قعدت فيها. بصراحه قعدت وصليت عشان ما كنتش صليت الظهر والعصر جمع تقصير. بصوا المداخن بقى اللي فوق دي، شايفين؟ انا بوريكم المداخن. دي الفرن اللي تحت وعامل مداخن كده علشان تطلع الدخان لفوق. فانا حبيت اوريكم كل حاجه احنا عملناها. وده كانت اخر مرحله. السمك بيتشوي وولادي معرفش بقى راحوا سابوني راحوا فين وجم وبس كده خلاص. دي الفرن انا بوريكم من قريب. بصوا كذا فرن. احنا شوينا عند فرن كده. احنا كنا زمان عارفين واحد بس طبعا لما الدنيا اتغيرت انا حتى مش هفتكر شكله. الله يرحمه جوزي هو اللي كان عارفه. بصوا شوفوا المداخن، حتى المداخن شكلها جميل. لا السوق كله شكله تحفه بصراحه، شكله حلو قوي. وانا حبيت اوريكم كل حاجه انا شفتها. اهو بصوا الفرنه. انا حبيت اعمل زوم على الفرن، مش على الناس يا جماعه، على الفرن، الزوم على الفرن. والراجل بيدخل السمك جوه يتشوي. والسمك جه بتاعنا وخلاص كده استلمنا السمك بتاعنا اهو. كانوا هم جابوه وهو رحنا نركب. احنا رحنا بالسوبر جيت ورجعنا بالتويوتا. التويوتا اسرع، وقالوا لي تعالي نركب السوبر جيت تاني. قلت لهم لا السوبر اتاخرنا بقى والدنيا خلاص هتضلم المغرب جدا. ده حمو ابن حبيبي بيبوس بيديكوا بوسه. بس والطريق جميل برضو احنا جايين. دي بقى مخرج بورسعيد. والى اللقاء يا بورسعيد في مرة القادمة ان شاء الله.
واصور لكم حاجات كتير قوي تاني، وكل ما اروح حته باذن الله باذن الله اصور لكم فيها. وشجعوني ودوسوا لايك، واللي ما اشتركش يشترك عشان يوصلوا كل جديد. وحبايبي بحبكم في الله، وما تنسوش الاشتراك واللايك، اللايك والكومنت. وقولوا ايه رايكم في الفيديو، ولو في تعقيب في الفيديو قولوا لي برضو احسن من نفسي واشوف اعمل ايه تاني، وعايزين تصوروا ايه تاني واصوره لكم. والى اللقاء، واشوفكم في فيديو جديد. ورحله بقى سعيده وكانت جميله، ويوم كان جميل وافتكرت فيه حاجات جميله وايام جميله كنا بنروح ونقضيه هناك، وكنا بنقعد ناكل على البحر هناك. كانت ايام جميله. يلا اشوفكم في فيديو جديد، ويا رب يكون فيديو عجبكم. وما تنسوش بقى الدعاء، ادعوا لي يا جماعه، واللايك لو سمحتوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.